الأبطال الحلوين، ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن احتياجنا للحنية. والحنية أو الحنان يعني حد يقبلني زي ما أنا من غير ما أعمل حاجة حلوة، وحتى لو عملت حاجة وحشة يحنوا عليا، يعني يسامحني ويديني فرصة تانية أصلح أخطائي. كل الناس بتحتاج للحنية، سواء صغيرين أو كبار. لما بناخد الحنية بنحس بالأمان والثقة في النفس. كمان الحنية هي أهم حاجة يقوم بيها الكبار. افتكروا، ومين ممكن يدينا الحنية؟ واحد، الله هو مصدر الحنية، لأنه بيفهمنا وعارف ضعفنا ودايما بيشفق علينا ويغفر لنا. اتنين، نفسي مصدر للحنية، إني أكون حنين على نفسي، أقول لها كلام حلو وصح وأسامحها. تلاتة، أهالينا والناس الكبيرة اللي موجودة في الدوائر بتاعتنا. أربعة، الخدام في كنيستي وأبونا اللي بتكلم معاه. خمسة، صحابنا بيحتاجوا إننا نكون حنينين عليهم، وهم كمان محتاجين إنهم يكونوا حنينين عليا. طيب تفتكروا إمتى أكتر وقت بنحتاج فيه الحنية؟ واحد، لما أكون غلطان، ده أكتر وقت بكون محتاج فيه حد يسامحني ويظهر لي إنه لسه بيحبني. اتنين، لما أفشل في حاجة، خصوصا لو الحاجة دي أنا متعود أنجح فيها. تلاتة، لما نكون حاسس بالوحدة أو إن مفيش حد فاهم اللي أنا حاسس بيه. أربعة، لما أكون بعمل حاجة لأول مرة أو في مكان جديد لأول مرة. خمسة، في الوقت اللي بنتعرض فيه للرفض أو الإهانة. طيب تفتكروا إزاي ممكن نستقبل الحنية؟ قبل ما أقول لكم إزاي نستقبل الحنية، تعالوا أقول لكم إن إحنا للأسف كتير مش بنعرف نستقبل الحنية، لا من ربنا ولا من نفسنا ولا حتى من الناس، علشان إحنا تعودنا إن مفيش حاجة ببلاش. اتعودنا إننا لازم نعمل حاجة علشان ناخد حاجة تانية. نسينا أو مش عارفين يمكن إن القبول والمحبة بتكون بدون شروط. كمان في سبب تاني أهم، إننا مش عارفين نحب نفسنا، مش عارفين نسامحها ونديها فرصة تانية. وعلشان نستقبل الحنية محتاجين إننا واحد، نسامح نفسنا لما نغلط ونديها فرصة تانية. اتنين، نصدق إننا مخلوقين على صورة الله ومثاله، وإن قيمتنا في نفسنا. تلاتة، نرفض إننا نعيش ضحية أو مظلومين، ونحترم نفسنا جدا حتى لو كان في حد مش بيقدم لنا الاحترام. أربعة، نقبل مشاعرنا ونعبر عنها. خمسة، نقول لنفسنا كلام حلو ومشجع ويكون كلام صح. ستة، أقول كلام حلو، أهتم بكل الناس اللي حواليا، أديهم حنية وأنا كمان أستقبل منهم الحنية. شكرا جدا ليكم يا أبطال، واستنوا درس المرة الجاية.